That question is yes. حكايتنا بتبدأ يوم 22 فبراير سنة 1904، يوم ما اتولد يوليوس روبرت أوبنهايمر. اتولد في نيويورك لأسرة يهودية تعتبر من أعيان نيويورك. والده بقى اتولد في بلد تبع المملكة بروسيا اللي أصبحت فيما بعد الإمبراطورية الألمانية، يعني أبوه كان يهودي ألماني الأصل. في الفترة دي اليهود كانوا مضطهدين، فاضطر والده إنه يهاجر من ألمانيا للولايات المتحدة الأمريكية سنة 1888. وقتها كان روبرت أوبنهايمر عنده 18 سنة. روبرت أوبنهايمر كان طفل نابغة ومعروف بالذكاء الشديد، لدرجة إنه كان مميز عن الأطفال الأكبر منه في السن، ودايما كان عنده رغبة في إنه يتعلم أي حاجة عن المعادن، والموضوع ده كان وارثه عن جده لوالدته. ومن كتر حبه لمعرفة عالم المعادن فاتقبل في نادي المعادن في نيويورك، وكان سنه وقتها 11 سنة. من نباهته العظيمة دمج كل سنوات الدراسة الثانوية في سنة واحدة بس. ده دخل التعليم الجامعي في جامعة هارفارد الأمريكية وهو عمره 17 سنة. ومن أول يوم في دراسته الجامعية وهو بدأ يكرس دراسته في الفيزياء، فكان كل وقته بين قاعة المحاضرات والمكتبة والمعمل. وبعد 3 سنين من دراسته الجامعية حصل على بكالوريوس بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف. وفي كامبريدج اتعرف على عالم فيزيائي اسمه إرنست رذرفورد، وده الأب الروحي للفيزياء النووية. اسم روبرت أوبنهايمر بدأ يلمع وسط مجموعة من علماء الفيزياء في كل مكان، لدرجة إن هو في سنة أولى دراسة جاله عرض مغري جدا من عالم الفيزياء الألماني ماكس بورد. ده مش بس كده، ده العالم ده طلب إنه يسافر له علشان يبقى تحت إشرافه في جامعة جوتنج الألمانية، لأن ألمانيا في الوقت ده كانت بتضم نخبة كبيرة جدا من علماء الفيزياء في العالم. قبل أوبنهايمر العرض وسافر لألمانيا، وفي ألمانيا درس على إيد نخبة كبيرة جدا من علماء الفيزياء. وبعد ما سافر ألمانيا بسنة واحدة بس قدر يحصل على الدكتوراه في الفيزياء سنة 1927. وبالرغم إن أوبنهايمر كان مميز في حاجات كتير جدا، إلا إن كان من أسوأ عاداته إنه كان شره جدا في التدخين، لدرجة إن كان أي مكان بيروحه أو بيقعد فيه كان لازم يكون محاوطه سحابة بيضة من كل مكان. وكان من ضمن صفاته الغريبة إنه كان مهتم جدا بالتعليم والتدين الهندوسي، لدرجة إنه سافر علشان يتعلم اللغة المقدسة الهندوسية وكان اسمها السنسكريتية. ونيجي بقى للجانب المظلم من حياة روبرت أوبنهايمر، وخصوصا إن كان معروف عنه إنه شخص متعجرف، لدرجة إن زملائه في الجامعة كانوا بيتجنبوا التعامل معاه بعد الحادثة اللي حصلت منه سنة 1928 بينه وبين الأستاذ بتاعه في الجامعة، وخصوصا بعد ما عرف إن الأستاذ ده بيحب أكل التفاح في الجامعة، فراح حقن التفاحة بمادة كيميائية، المادة دي بتموت. ولما اتعرف الموضوع ده اوبنهايمر كان هيتفصل من الجامعة تماما ويتحرم من التدريس فيها. طب ليه اوبنهايمر العنف ده يا راجل؟ وبعد ما اوبنهايمر خلص دراسته في ألمانيا وإنجلترا راح واخد بعضه ورجع على الولايات المتحدة الأمريكية تاني. وفي الولايات المتحدة الأمريكية انهالت عليه العروض علشان يدرس عندهم، بس ما قبلش منهم غير عرضين، واحد في كاليفورنيا وواحد في معهد التكنولوجيا. استمر معاه موضوع التدريس ده 13 سنة، من 1929 ل 1943. في الوقت ده سياسة ألمانيا النازية كانت عاملة مشاكل وقلق كتير في أوروبا، وبدأها هتلر بضم النمسا، ودخل على تشيكوسلوفاكيا وضمها، وكان داخل على مشارف بولندا. فرنسا وبريطانيا قالوا كده هتلر مش هيجيبها البر، وأعلنوا الحرب على هتلر وألمانيا سنة 1939. ومن هنا بدأت الحرب العالمية الثانية. أمريكا في الوقت ده كانت مبينة إنها على الحياد، ولكن في الحقيقة كانت بتمد بريطانيا بجميع أنواع الأسلحة. هتلر أخد في وشه بولندا والدنمارك والنرويج، وكان داخل على مشارف فرنسا سنة 1940. والغريب في الموضوع إن دول كتير بدأت تتحالف مع ألمانيا، منها المجر وإيطاليا ورومانيا، وما اقتصروش على الدول الأوروبية بس، لأ، ده بدأوا يدخلوا على المستعمرات البريطانية اللي موجودة في إفريقيا، لدرجة إن العالم كله قال كده هتلر هيمن على العالم بأكمله، لحد ما ظهر الطرف اللي قلب موازين العالم، والطرف ده كان اليابان، لدرجة إنهم وقعوا اتفاقية بين ألمانيا وإيطاليا وسموها الاتفاقية الثلاثية. اليابان وقعوا الاتفاقية من هنا وراحوا قايمين بغارة على القاعدة الأمريكية في جزر الهاواي ب 353 طيارة حربية، دمروا فيها 188 طيارة أمريكية و3 مدمرات، ده غير خسائر تانية كتير. واليابانيين ما خسروش غير 29 طيارة ومات 60 واحد.
أمريكا قالت مش إحنا كنا واخدين دور محايد ومش داخلين الحرب بشكل رسمي؟ في 7 ديسمبر سنة 1941 أعلنوا دخولهم للحرب بشكل رسمي. وخلال سنة أمريكا بقت مع بريطانيا وفرنسا ضد اليابان وألمانيا وإيطاليا ودول المحور. والحرب شغالة، توصل رسالة للرئيس الأمريكي روزفلت من العالمين الفيزيائيين ليو جيلارد وألبرت أينشتاين، وقالوا فيها إن ألمانيا على وشك الوصول لأسلحة الدمار الشامل، وفعليا هم وصلوا لحاجة اسمها الانشطار النووي. أمريكا اترعبت وقالت هتلر ما بيتفهمش، ولو وصل للسلاح ده قبلنا فكده الله يرحمنا. فقرروا انهم يتحركوا بسرعة، وامر الرئيس الامريكي انه يجتمع بالعلماء الفيزيائيين اللي موجودين في الولايات المتحدة الامريكية في جزيرة منهاتن في نيويورك. علشان كده المشروع بقى اسمه مشروع منهاتن. وفي المشروع ده وظفوا 130 ألف عامل وموظف على شكل فرقة شغالة لتطوير السلاح، وفرقة شغالة لإنتاج البلوتونيوم من اليورانيوم كمادة خام للسلاح النووي، وفرقة شغالة تحت راية الاستخبارات الأمريكية كل شغلها الشاغل إنهم يتجسسوا على الألمان علشان يعرفوا إيه آخر التطورات اللي وصلوا لها في السلاح النووي. وعينوا ضابط من كبار الضباط الأمريكان على المشروع ده كان اسمه ليزلي جروفز. ولما جروفز مسك المشروع كان بيدور على الشخص الأنسب من الناحية العلمية علشان يسلموا المشروع، وما بين كل العلماء الأنسب من الناحية العلمية اختار أوبنهايمر. This time the stakes are really high. It's going to work all right, Robert. And I'm sure. وأول حاجة فكر فيها أوبنهايمر أول ما استلم المشروع إنه يدور على المكان المناسب علشان يعمل فيه مركز بحثي، بحيث إنه يكون بعيد عن عيون الناس وينفذ فيه تجاربه بمنتهى السرية. في الآخر استقروا على مكان اسمه لوس ألاموس في نيو مكسيكو. المنطقة دي كانت بالنسبة لهم حياة تانية خالص، لأن أكل وشرب ونوم في مكان واحد. طبعا في الفترة دي كلهم كانوا في حالة رعب وخوف للألمان يسبقوهم في صناعة السلاح النووي. وأول ما اشتغلوا على نموذج للقنبلة سموه الرجل النحيف، واعتمدوا في تصنيع القنبلة دي على مادة البلوتونيوم. اشتغلوا على النموذج ده لمدة 2 سنين، ولكن كانت بتواجههم 3 مشكلات. أولها إن البلوتونيوم أخد وقت كبير جدا علشان يخلق من اليورانيوم. ثانيها البلوتونيوم علشان ينفجر فلازم يحصل انشطار نووي سرعته 3000 قدم في الثانية، وعلشان يبقى سرعته 3000 قدم في الثانية فلازم يطولوا ماسورة الإطلاق النووي في القنبلة. والمشكلة الثالثة والأهم إن حجم القنبلة كان مش مناسب بالنسبة للطيارة اللي هتنقلها، وكانت الطيارة من طراز بي 29 سوبر فورتريس. وعلشان المشاكل دي كلها تتحل فكانوا محتاجين وقت طويل جدا، ولكن الوقت كان بيجري منهم. في الفترة دي بقى اشتغل أوبنهايمر على نموذجين، واحد اسمه ليتل بوي والتاني اسمه فات مان. في المشروعين الجداد اعتمد أوبنهايمر على اليورانيوم بديل للبلوتونيوم، وسنة 1945 أعلن أوبنهايمر إن القنبلتين جاهزين، ولكن محتاجين تجربة لأن اللي فات كله كان نظري. Finally, after 3 years' work, the atomic experts were ready to test their first bomb. وفي 16 مايو سنة 1945 تتم أول تجربة نووية في صحراء مكسيكو، واللي اتعرف باسم اختبار ترينتي. وفي يوم تنفيذ العملية عملوا لنفسهم ملاجئ ومخابئ على بعد 9 كيلومتر من مكان الانفجار، غير انهم عملوا لنفسهم نظارات وقائية من الأطوال الموجية فوق البنفسجية. أصل ده نووي يا جماعة مش هزار. بعد انفجار القنبلة نتج عنها انفجار تدميري 25,000 طن من مادة الDNT، وحفرة قطرها 300 متر، وحرارة شديدة جدا دوبت الرملة اللي موجودة في محيط الانفجار وحولتها لكتلة صخرية لونها أخضر شبه الإزاز. وحسب شهادة العلماء قالوا لقد شعرنا للحظة أن تم فتح باب فرن في وجوهنا، لدرجة إن الانفجار حس بيه سكان المنطقة اللي بيبعدوا 100 كيلو متر عن مكان الانفجار. ما تخافوش يا جماعة، دي قنبلة بتتجرب بس. أوبنهايمر كان مبسوط جدا لأن القنبلتين بقوا جاهزين علشان ينزلوا الملاعب، ولكن حصل اللي لا كان يخطر على البال ولا على الخاطر. أول حاجة هزيمة ألمانيا، تاني حاجة انتحار هتلر. طب دي حاجة حلوة يا جماعة، خلاص كده الحرب انتهت. أحب أقول لكم إن اليابان كان نفسها طويل جدا لدرجة إنها رفضت توقع على إعلان بوتسدام. الإعلان ده كان نصه إن اليابان يتسلموا بدون قيود أو شروط، ولكن اليابان رفضت. أمريكا حبت تفرض عضلاتها على اليابان وتبين لها إنها معاها سلاح نووي ممكن تنسفها بيه. وفي أغسطس 1945 يتم قصف هيروشيما اليابانية بأول قنبلة نووية ليتل بوي،
واللي نتج عنها موت 140 ألف ياباني، ويدخلوا عليها بالقنبلة التانية فات مان، واللي كان ما بينها وما بين القنبلة الأولى 3 أيام بس. وكان القصف وقتها على ناجازاكي اليابانية، واللي نتج عنها موت 80 ألف ياباني. طبعا هيروشيما وناجازاكي بقوا متساويين بالأرض. اوبنهايمر طبعا كان عايش أصعب لحظات حياته، وخصوصا لأنه شايف إنجازاته العظيمة بتتنفذ قدام عينيه. صدمته بقى لما شاف إن القنبلة الأولى اتضربت علشان تجبر اليابانيين إنهم يستسلموا. طيب القنبلة التانية اتضربت ليه وبدون داعي، وبين القنبلة الأولى والتانية 3 أيام؟ وانتهت الحرب باستسلام اليابانيين والألمان، وأمريكا بقت مهيمنة على العالم كله. وأوبنهايمر بقى صيته مسمع في العالم كله، وخصوصا إن اتعرض عليه عروض مغرية جدا للتدريس معاه، ولكنه رفض كل العروض علشان يتفرغ لأبحاثه. وفي سنة 1947 يتم تعيينه مدير لمعهد الدراسات المتقدمة لدراسة الفيزياء على مستوى العالم، والرئيس الأمريكي يمنحه التصريح الأمني اللي بيديله الحق الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالملف النووي الأمريكي. أمريكا فضلت متربعة على عرش النووي لحد سنة 1949 لما الاتحاد السوفيتي أعلن فيها امتلاكه للسلاح النووي. أمريكا تسكت؟ طبعا لا، راحت مصنعة القنبلة الهيدروجينية. القنبلة دي بتعادل 1000 قنبلة نووية في انفجار واحد. أمريكا عجبها الموضوع وراحت عرضاه على أوبنهايمر ومجموعة العلماء الفيزيائيين، ولكن أوبنهايمر قال إن أمريكا لازم تقف عن تصنيع القنبلة الهيدروجينية، وكتب للرئيس الأمريكي إن تصنيع القنبلة الهيدروجينية ملوش أي ميزة عسكرية، بالعكس ده هيعم على العالم بالدمار للبشرية. ورغم كده أصدر الرئيس الأمريكي قرار بتصنيع القنبلة الهيدروجينية سنة 1950. وفي نوفمبر سنة 1952 أعلن الأمريكان انتهائهم من تصنيع أول قنبلة هيدروجينية في التاريخ، واللي تم تجربتها في جزيرة مرجانية في المحيط الهادي، وقوتها بتعادل 10 مليون طن من مادة الDNT المتفجرة. أمريكا ما كانتش ناسية لأوبنهايمر الوقفة الاعتراضية علشان تصنيع القنبلة الهيدروجينية، علشان كده قاموا بعملية تصفية حسابية ونشروا ما يسمى بالفزع الأحمر. المصطلح ده بيطلق لما بيتفشى الشيوعية بين الأمريكان، فبدأت السلطات الأمريكية تاخد إجراءات ضد الشيوعيين، يا إما بالإعدام يا إما بالسجن يا إما بترحيلهم خارج البلاد. وكان كبش الفدا بتاعهم في الحملة دي اوبنهايمر. مش انت اعترضت؟ قابل بقى. واستندوا في موقفهم ان والد اوبنهايمر ووالدته من اصول المانية، يعني محرضين للشيوعية، وطلب انهم يحققوا معاه في جلسة مشافهة في الكونجرس الامريكي. ولكم ان تتخيلوا ان الغدر ما يجيلوش غير من اقرب الناس ليه. واحد من العلماء القريبين منه جدا اسمه ادوارد تايلور هو اللي بلغ عنه وقال ان هو من الشيوعيين، واتهموه انه واحد من العمالة السوفيتية اللي موجودة جوه امريكا. اول حاجة عملوها معاه بقى راحوا سحبوا منه التصريح الامني، وتاني حاجة منعوه من التدريس في امريكا كلها. بعدها عاش حياة صعبة جدا، راح واخد بعضه وطلع على جزر الكاريبي وعاش واستقر على شط جيبيني بيتش، واللي بعد كده بقى اسمه شط اوبنهايمر. وده لحد سنة 1962 لما اتبدلت الحكومة ومسك جون كينيدي. وقتها جون كينيدي قال انه عايز يعيد امجاد علماء الفيزياء اللي كانوا موجودين في امريكا، فراح مجمعهم تاني وكرمهم، وكان من بينهم اوبنهايمر، واللي وقتها حصل على جايزة اندرو كايفرمي. وبعدها يصاب اوبنهايمر بسرطان في الحنجرة نتيجة التدخين الشره اللي اتكلمنا عنه في اول الحلقة، ويتوفى سنة 1967. ويحضر جنازته اكتر من 600 عالم امريكي، وكانت وصيته قبل ما يتوفى ان يتم دفنه بالطريقة الهندوسية، اللي يتم حرق جثمانه والبواقي من الرفات تتحط في ازازة وتترمي في البحر. من وجهة نظر اوبنهايمر كان شايف ان السلام هيعم على العالم لما كل دولة تمتلك سلاح نووي، وكل دولة هتبقى خايفة تواجه الدولة التانية بالسلاح النووي، فكده محدش هيقدر يستخدم اي سلاح نووي على مستوى العالم، وبكده هيعم السلام. ولكم حرية الرأي. أتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة، وأشوفكم في حلقة جديدة من اعرف التاريخ.